وعودة مرة أخرى إلى تحقيقات النيابة العامة مع القيادي بجماعة الإخوان صفوت حجازي، حيث تمكن التلفزيون المصري من الحصول على جانب من أقواله التي أقسم فيها ثلاثا أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنا لست عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، ومحدش في الدنيا مصدق الكلام ده. أحلف لكم بالطلاق. رجالة مرسي في كل مكان، رجالة مرسي في كل مكان، قوة، عزيمة، إيمان، رجالة مرسي في كل مكان. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لو أعرف إن ميدان رابعة العدوية فيه سكينة عشان يقتلوا بيها عسكري كنت أول واحد خرج من الميدان. لو الزمن رجع بينا ورا لا يمكن هقف جنب الإخوان. لا يمكن تقف جنب الإخوان. مش عشان هم إرهابيين ولا بتوع دم، لا، عشان هم ما بيعرفوش يشتغلوا، وعشان هم ما بيعرفوش يعملوا الحاجة الصح. أنا مش ضد عزل محمد مرسي ولا محاكمته ولا محاسبته. مفيش حد من البشر فوق المحاكمة ولا المساءلة ولا المحاسبة.